السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض في الأجواء الشتوية دي أسهل وصفة، مش هتاخد معاكي تجهيز حاجة، وهتكوني عاملة معايا أحلى سندوتشات مورقة، والطعم بتاعها خطير من غير بقى دقيق ومن غير ما نعجن، بلفة جلاش. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين، هسيبكم انتوا بقى اللي تجربوا الوصفة دي وتكتبوا لي ايه رأيكم في التعليقات. تعالوا نبدأ الطريقة مع بعض. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الحاجة تطلع من ايديكي طعمها زي العسل. طبعا انا الحشوه بتاعتي هستخدم جبنه موزاريلا وجبنه قريش. طبعا انت بقى الحشوه اللي انت حباها، وتقدري تستبدلي حشوات الجبنه ديت ممكن بصدر فرخه مقطعاه شرايح ومشوحاه كده على النار مع فلفل الوان، بيبقى طعمه برده جميل. هسيب لك انت الحشوه دي، انت بقى حاجه اختياريه ليكي. ومعايا طبعا زيتون، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فلفل اخضر، ومعايا كوبايه سمنه وكوبايه لبن. هتشوفوا معايا دلوقتي هعمل بيهم ايه. لفه جلاش. هبدأ بقى بكل سهولة كده. هتشوفوا معايا، حاولي نوع الجلاش اللي تجيبيه يكون من اللي هو بيبقى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأفران. ده بيبقى طازة كده وبيبقى مش مقطع معاكي. هنحاول بقى نفرده مع بعض، غير اللي هو بيبقى مجمد في السوبر ماركت. بيبقى ده أحلى طبعا، اللي هو بنجيبه من الفران زي ما اتفقنا. يبقى انا هبدأ السندوتش هعمله ورقتين من لفة الجلاش. طبعا هنا المادة الدهنية بتاعتي انا استخدمت سمنة، لو حابة تستخدمي زبدة عادي براحتك. هبدأ بقى زي ما انتم شايفين، هحط الطبقتين على بعض، وما بين الطبقتين بدهن دهنة من السمنة وكوباية اللبن اللي انا حطيتها. ابدأي طبقيهم برده كمان على بعض كده، وابدأي بقى حطي الحشوة. طعمها كان خطير، ومش بتاخد معاكي وقت في الفرن ولا بتاخد معاكي وقت في التجهيز. هبدأ احط الزيتون والفلفل الاخضر، وزي ما اتفقنا الحشوة اللي انت حباها. وتقدري طبعا تحشيها حلو، تقدري تحشيها كاستر، او اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القشطة الكدابة عادي. تقدري تعملي من الوصفة دي حلو. صينية بقى، وهنا دهنة بسيطة من السمنة، وهبدأ بقى ارص عليها زي ما انتم شايفين بكل سهولة كده. الفرن بيبقى سخن درجة حرارة 200. بتاخد معايا تلت ساعة في الفرن، من ربع لتلت ساعة، مش اكتر من كده. لو الفرن ما بيولعش معاكي فوق وتحت مع بعضه، بتاخد اللون اللي شفتوه معايا كده من تحت. وبعد كده تولعي لها الشواية. اهم حاجة تحركي الصينية علشان تاخد اللون من جميع الاتجاهات. ابدأي كده لفيها، اهم حاجة لفيها كويس. لو هتحشيها بالجبنة زي ما انا حشياها، علشان لما تدخل الفرن الجبنة ما تسحش وتطلع معاكي من السندوتشات. اهم حاجة التانية اللي بتنيها في الجنب دي كده بتقفلي على الجبنه كويس. هنا زي ما انتم شايفين اللهم بارك، ما اخدتش معايا تجهيز حاجه، ومقاديرها سهله وبسيطه متوفره في كل بيت. تقدري تجيبيها وتعمليها. وبالليل كده مش هتاخد معاكي التجهيز 10 دقايق، وعلى ما تدخليها الفرن هتبقى جاهزه معاكي. احلى سندوتشات تنفع كده بالليل كده واحنا سهرانين في الشتاء. تقدري طبعا تاكلي منها، بس لو عامله رجيم بلاش، عشان هتدمين الطريقه دي من كتر حلاوتها. هنا بقى معايا بيضايه، وهنزل بشويه من الخل عشان ريحه زفاره البيض. والخلطه اللي انا كنت عاملاها اللبن والسمنه اخدت منها شويه برده عشان يديني اللمعه كده على وش السندوتشات. هنا بوريكي ان القفل اللي مقفلاه بيبقى لتحت. وابداي كده تهنيها بقى ودخليها الفرن. البيضايه طبعا زي ما اتفقنا حاطين لها خل عشان الزفاره، وبتديك اللون الاحمر الجميل. صدقيني الطريقه دي هتدمنيها من كتر حلاوتها. وزي ما شفتوا معايا ما اخدتش اي وقت خالص. وهتدخل بقى الفرن وتخرجيها بتبقى كده مقرمشه من بره وطريه من جوه. لو انت حباها بقى كلها طريه، اول ما تخرجيها من الفرن غطيها. لما تغطيها تقوم كده تعرق وتطرى معاكي. لكن انا سبتها كده حباها كده مقرمشه، واخده القرمشه من بره زي ما اتفقنا. لو انت حباها تكون طريه غطيها. اللهم بارك بقى الالوان الجميله والتسويه الصحيحه. وابداي بقى قدميها كده مع كوبايه شاي، وبالف هنا على قلوبكم. وتقدري كمان تعمليها وجبه غدا لو عملتيها بصدور الفراخ، تبقى جميله جدا ومش مكلفه. وبالف هنا على قلوبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. ويا رب الفيديو ينول اعجابكم وتنفذوه، وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. هسيبكم انتوا بقى تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات لما تجربوا الوصفه دي. هنا بقى هبدأ بقى اقدمها. اهم حاجة اول ما تخرجيها من الفرن ابدأي حركيها عشان ما تلزقش معاكي في الصينية. وزي ما انتم شايفين كده، واشوفكم على خير.